عليكم مشاهدينا، من تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي يعجبكم ويضحككم بزاف. ولكم في المقابل ديروا لي لايك واشتراك باش نبقاو بينا نحط لكم دي فيديو في القناة وفرجة ممتعة. وقبل ما نبدا نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبي محمد. زوين، شفتك مقلق اليوم. أنا متفاهم أن أسناني ما يسمحوش لي بطاجي اللحمة، ولكن واش معقول كل نهار نفس الصوبة؟ كرعة خضراء مطحونة، نفس اللون نفس الريحة. فين هو الإبداع؟ فين هو التنوع الغذائي؟ شي نهار دير لي بريوات بيتزا وانا عليا راه الروتين قتلني. أنا كنحس راسي مشارك في برنامج تجارب علمية. كيفاش الرضيع غادي يتفاعل مع نفس الذوق 30 يوم متتالية؟ وعلاش كتكي ملي كيدخلوك للحمام؟ ماشي ضد النظافة، بالعكس كنحترمها، ولكن الطريقة هي اللي فيها مشاكل. كيكون الماء مزيان وفجأة كتجي اللحظة ديال غسل الراس، الصابون في العين والماء كيهبط بحال الشلال. من بعد كيقول لي ما كتركي، راه كان فيه كنلقى راسي في الماء. انا كنقول لماما من هذا المنبر خاص اجتماع قبل كل حمام باش نحدوا الشروط. وشنو وقع في السوق؟ اختي خرجوني غير نمشي لهوا التراسيخ ماراطون ديال الشراء، كنكون في الكروسه بخير. من بعد كيدخلوا في الزنقه ضيقه كيدفعوا، وصوت البوق ديال السوق صداع. انا غير كنشوف في السما وافكر واش هادي حياه، واللي زاد الطين بله. ثم ندير صوت صغير كيقولوا بغا شي حاجه اختي، غير كنعلق على الحاله اللي انا فيها. وشني تاني؟ تيز راه فقدت الهويه ديالي، فين ما نمشي كيوقفوني. انا عييت اختي، حتى انا كنبغي ناخد راحتي ونخنزار، ما غنبقاش غير نفرناس كي الراس لمشوط. بقى الغزيول غادي تقول لي كيفاش كيدوز نهارك؟ غادي ناكل عيسى. غنقول لك اختي، ضغط كبير، كنفيق كناكل كنبكي شويه كنعس، المهم الروتين قتلني. قول لي ازوين، شنو هي اكس حاجه وقعت لك؟ هي مني لبسوني تقاشر ماشي بحال كل وحده بلاد، واحدة فيها سبايدر مان وواحدة فيها ميكي. فين ترسك عباد الله؟ زيد الغزيول، شنو اخر؟ واحد نهار طلعت لحليب سخون، شوية جابوا لي برد. واش انا غي زايد عندهم؟ خاصني شي الاهتم مع اختي، ولا غنز شطيتي ما عرفونيش فين زدت. شنو اكبر مشكل في حياتك؟ اما كتقول لي ما تشدش التليفون، ولكن 24 ساعة في داك الاشقوف. هذا الظلم والله. اكثر حاجه قلقاتك هذا النهار السي الغزيول؟ شوف يا اختي، بنادم صعيب. اليوم في الصباح بغيت غير نعس، جا قال لي واش نوضوك بدلكوش، واش انا ما عنديش خصوصيه؟ شنو المشكل دابا؟ المشكل هو سوء التقدير. كنحاول نعطي اشارات واضحه، نبدل بلاصتين، نغوت غوته خفيفه، نشوف فيه ونغمزهم، لكن لا حياه لمن تنادي. كيتسناو حتى نوصل مرحله الانذار الاحمر عادي يتحركوا. مولد كيقولوا ما كتغوت او دي غير خليني سكت. شنو بغيتي تقول للكبار اليوم؟ بغيت نقول لهم الحياه سهله، ولكن نتوما كتعقدوا الامور. انا الا بغيت شي حاجه كنغوت، الا شبعت كنضحك، ولا عييت كنعس. وانتوما كتقولوا ما خاصكش تبكي، صبر كبر عقلك، راه حتى انا مهموم ولكن كنعيش اللحظه. احكوا شويه، نعسوا ملي تعياو وكولوا ملي تجوعوا، وما تبقاوش ديروا اجتماعات على الحاجات الخاويه. الحياه قصيره، واخا نبان لكم صغير راه عندي تجربه فيها وكنبغي نفيدكم. تبارك الله عليك السي الغزيول، كنتي رائع، استمتعنا معك وما سخيناش بيك. وقبل ما نكمل غنسولك، واش كتصوم هذا رمضان؟ الله يبارك فيك اختي، حنا ما سخيتش بهاد الكليسه معاكم، حتى هاد الكرسي مريح. بالنسبه للصيام كنصوم ضروري. ماما وبابا ما كيبغيوش، ولكن كنتقاتل باش نصوم. الله يتقبل منا ومنكم.
لكن الوليدات اللي مازال ما وصلوش للسن ديال الصيام ما تصوموش حتى تكبروا. انا غير ذكاء اصطناعي متعندوش معايا. مشاهدينا كان هذا الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم ولا عجبكم ديروا لايك اشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد منين نحط الفيديو. نهاركم مبروك وما تنسوش تصليوا على رسول الله.